مساء الفل عليكم، عاملين ايه؟ الف مبروك للاهلي وصوله للمباراه النهائيه عشان يقابل الزمالك يا بيراميدز الفائز بينهم. الاهلي النهارده يا جماعه حرفيا لعب في انبي مش مع انبي، لعب في انبي مش مع انبي، واكتفى بس ان اديله ثلاثه. يا جماعه النهارده بالنسبه لنا مان اوف ذا ماتش مين؟ مش عبد المنعم، لا، اللي عامل مباراه تاريخيه النهارده، لا، نجم الماتش النهارده كولر. كولر النهارده كان بيعمل كل حاجه في الملعب، تحس كده كان بيعمل تقسيمه. تعالى يا جماعه نبدا كده الماتش كان ماشي ازاي ونشوف كولر ابدع ازاي في ماتش النهارده. يلا بينا. زي ما قلنا يا جماعه النهارده ازاي كولر لعب في انبي، لعب بفن، خلى اللعيبه كلها مستريحه، اللعيبه كلها تحس انها مبسوطه، عمل حاله مع الفريق، خلى اللعيبه كلها تحس انها فرحانه، الجماهير فرحانه، اللعيبه فرحانه، حتى اللي على الدكه بره نازل فرحان. النهارده يا جماعه كولر بدا ازاي؟ تقليدي 4-3-3 ده على الورق، فعلي 4-2-3-1 عشان قفشه كده كده بيلعب 10 مش 8. لعب ازاي؟ شناوي، هاني، معلول، منعم، ياسر، مروان، ديانج، قفشه، بيرستاو، الشحات، موديست اللي هنتكلم عنه اخر حلقه. تقليدي 4-3-3. حلو. لعب ازاي بقى؟ دفاع متقدم وضغط عالي من اول ثانيه من الماتش. تاني يا جماعه، ضغط عالي ودفاع متقدم على لعيبه انبي. الهدف ايه؟ كولر قال لعيبه الاهلي انبي ما يلعبوش كوره. يعني ما يلعبوش كوره، اي حد من انبي ياخد كوره هيتعمل عليه بلوك. تعالى عشان ما نضيعش وقتنا نشوف ازاي كولر قدر ينفذ او قدر يوصل اللعيبه الفكره دي، واللعيبه قدرت تنفذها ازاي. اي حد من انبي هيستلم كوره هيتعمل عليه بلوك. علي معلول بقى، الشحات، اي حد هيستلم كوره من انبي هيتعمل عليه بلوك، وده اللي هنشوفه دلوقتي. يلا بقى على ارض الملعب دلوقتي مع كروس تلعب من هنا دلوقتي، هيطلعوا علي فوزي. نكمل يا جماعه كده، بس علي فوزي طلع الكوره هتروح لكابو. زي ما قلنا يا جماعه كولر دلوقتي قال لك هعمل ضغط عالي ودفاع متقدم، اي حد من انبي ياخد كوره هيتعمل عليه بلوك. مش اي حد من انبي هيستلم كوره وهيبصيها صح. نكمل. كابو دلوقتي استلم الكوره دلوقتي لوحده اهو، اول ما هيستلم بص مين جه عليه؟ مروان، هيطلعها. نكمل يا جماعه كده، هتروح لانبي تاني، قفشه معاه، بس ايه، قفشه كان طايره شويه هنا، هيتلعب. بص يا جماعه هيلعبها لمين دلوقتي؟ لعلي فوزي. بص دلوقتي يا جماعه معلول كان فين وهيبقى فين عشان يتعمل عليه بلوك زي ما قال كولر. هتروح لعلي فوزي، بص مين عليه؟ علي معلول، بلوكات. كمل. الكوره هتلعب لديانج، ديانج هيعليها، هتيجي للشحات، الشحات مش هيعرف يستلمها، هتطول منه، هتروح لانبي، نفس الكلام برضو، الشحات هيعمل عليه بلوك، مفيش حد هيمسك الكوره من انبي، هتطول. مين جاله تاني؟ مروان. نكمل يا جماعه، بص البلوكات، هتروح لكابو، هيلاقي مين؟ عبد المنعم. كولر بدأ الماتش كده، انا ضاغط عالي ودفاع متقدم، اي حد من انبي هيستلم كوره مش هيعرف يبصيها، هيتعمل بلوك. بلوكات كلها كانت في الماتش النهارده. نشوف معايا يا جماعه الحلقه الثانيه برضو بلوكات تاني، عشان كولر عايز ينفذ هنا فكره ونشوف هيترجم ليه في الاخر. يلا يا جماعه الكوره مع انبي دلوقتي تلعب. بص يا جماعه مروان هيطلعها، تروح لعيب انبي تاني، بص مين معاه؟ ياسر ابراهيم، هيطلعها، هتيجي لديانج، ديانج هيعمل ميس باص، هتروح تاني لعيب انبي، هتروح لعلي فوزي. بص يا جماعه كده، علي فوزي هيلعبها لكابو، كابو مع مين؟ عبد المنعم، هيتلعب لكابو. الكوره مع انبي اهي، مفيش حد من انبي هيستلم كوره وهيعرف يلم نفسه ويعرف يبصيها. مين معاه؟ البرنس بتاعنا عبد المنعم، خلاص بلوك خدها. ده كان هدف النهارده، ان انا اعمل ضغط عالي ودفاع متقدم واعمل بلوكات على كل لاعب انبي، عشان في الاخر تترجم لايه؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. هنشوف معانا اللعبه الثالثه اللي معانا دي، وفي الاخر هيترجم لايه. يلا بينا. دي يا جماعه الكوره في نص الملعب برده مع علي فوزي، برده الاهلي عمل برده بلوكات. نكمل. من ضغط عليه هنا؟ سيد الشحات، هيتقطع منهم، هيرجعوا ورا، هتروح لمين؟ اتلخبطوا في الاخر اهو. ده يا جماعه كان الهدف دلوقتي من كولر، هضغط على لعيبه انبي عشان يحاولوا يغلطوا، وده اللي حصل بالظبط. ضغط وعمل بلوكات عشان في الاخر تيجي الموديست اللي هيحطها جول. انا دلوقتي ما بتكلمش على الجول نفسه، الجول سيء جدا، موديست عمله بطريقه وحشه جدا، بس في الاخر الفكره بتاعت كولر اتنفذت. لما اضغط عالي وهعمل بلوكات على كل لعيبه انبي في ارجاء الملعب كلها، عشان ما يشوفوش بعض، ما يعرفوش يواصلوا بعض، عشان لما يغلطوا في الاخر اترجم لهدف. يعني الرؤيه بتاعت كولر اتنفذت، في الاخر جت جول. وده كان الهدف من فكره كولر لما اضغط عالي ودفاع متقدم، سواء بقى انبي، سواء الزمالك، سواء بيراميدز، الفكره نفسها حلوه، والاهلي بقى كان فايق جدا
اللعيبه خلاص بقت رايقه مع كولر. طيب يا جماعه شوف معانا ايه تاني النهارده كده من كولر النهارده اللي كان بيلعب النهارده. كان ضرب النهارده تقريبا كوبايتين شاي حلوين كده قبل الماتش وكان رايق. تعالوا نشوف معانا ايه تاني النهارده كده الكولر. تعرفوا يا كباتن النهارده كولر كان بيجرب طرق لعب ولعيبه في مراكز غير مراكزها. انت متخيل بيلعب كده في ماتش نص نهائي عند خروج المغلوب وبيجرب؟ لا ده فاجر بجد. بيجرب النهارده مراكز ولاعيبه جديده في مراكز جديده. كانت غريبه بصراحه دي. النهارده يا جماعه الجول الاول جه ازاي؟ ده اللي هنشوفه على ارض الملعب. يلا بينا. بص يا جماعه هنا في الدقيقه 28 كولر قال لك يعمل ايه؟ اعمل روتيشن ما بين تاو وما بين الشحات. ده يجي مكان ده وده يجي مكان ده. نكمل. بص يا جماعه اهو دلوقتي الشحات دلوقتي رايح يمين وتاو جه مكان الشحات شمال. نكمل يا جماعه كده. الكوره دلوقتي مع مين؟ مع الشحات. هيديها لديانج. بص يا جماعه كده سيبوا سالك من الشحات وسالك من ديانج. بص كده على قفشه اللي جنب موديست. هيفضي مساحه عشان يهرب فيها مين؟ ديانج. لا ركز معايا كده واصحى. بص يا جماعه قفشه دلوقتي هيسيب من المساحه اللي هو فيها وهيفضيها عشان ديانج يجري فيها. نكمل. ديانج دلوقتي هيلعب الكره للشحات. بص يا جماعه المساحه الموضحه بالصور دي هيروح فيها دلوقتي. نكمل. او بص يا جماعه كده ديانج بيتحرك بدون كوره بامتياز. تقمص دور حمدي فتحي الله يمسيه بالخير. نكمل يا جماعه كده. الشحات لعبها لديانج اللي استلم 10/10. كنترول رائع بجد. ده كان ضربه الجزاء. برافو بجد كولر. بيستمتع كولر بيستمتع بيعمل كل حاجه في الكوره. الماتش يا جماعه امبارح ما كانش رسمي تقريبا كده. ده كان تقسيمه في مختار التتش في دماغه افكار عايز اعملها وهنفذها وهتنجح. تعالوا نشوف يا جماعه تاني النهارده كولر كان بيفكر في ايه وبرده تنفذ. يلا بينا. تدخل كولر وتبديلات كولر. في الدقيقه 66 قرر ينزل امام عاشور وكريستو. ليه بقى؟ امام عاشور يلعب مكان الشحات وكريستو مكان تاو. طب كريستو مكان تاو مبلوعه مع ان كريستو ده اصلا صفقه مش حلوه اصلا. بس امام عاشور يلعب مكان الشحات وينج ليفت دي كانت غريبه. كولر يا جماعه خلاص بيجرب لعيبه في مراكز جديده في ماتش رسمي في نص نهائي كاس مصر. لا مدرب فاجر بصراحه. المهم امام نزل مكان الشحات ولعب مكانه فعلا وفضل نص الملعب مروان وديانج وقفشه زي ما هم. ما لعبش حاجه خالص. تغيير بتغيير زي ما قلنا يا جماعه. كريستو وامام مكان الشحات وتاو. حلو كده حلو. فضل امام مش هيديك احسن حاجه بس ما تمام شويه. برضو قرر برضو كولر برضو يلعب في انبي. عمل ايه؟ نزل كوكا. طبعا يا جماعه طب كوكا نزل في مكان مين؟ طيب مكان قفشه عشان يخلي الطريقه فعليا بقى 4-3-3 وده اللي هنشوفه دلوقتي. بص يا جماعه كده كوكا مكان قفشه. نكمل. قال لهم اهو هنلعب 3 سيرف 3 على الدايره. خلاص اللي بقت 4-3-3 يا جماعه. وزي كوكا ومروان وديانج 3 كده على الورق رسمي بقت 4-3-3. وزي ما احنا امام مكان الشحات ما رجعش مكانه. فضل يجيد شويه لغايه ما ينزل مين؟ طاهر محمد طاهر. قرر برضو كولر برضو بيلعب برضو. قال لك هنزل طاهر مكان امام عاشور وامام عاشور ينزل نص الملعب واطلع مين بقى واخرج مين؟ وخرج مروان. بقى كده الطريقه رجعت تاني. امام عاشور نزل مكانه في نص الملعب وطلع مروان. بقت زي ما هي 4-3-3 بس اللي اترحل طاهر مكان امام عاشور. وده اللي خلى. طب ما تيجي نشوف بقى يا جماعه. زي ما قلنا اهو طاهر لما راح مكان امام عاشور امام عاشور برضه راح مكانه. دلوقتي مع طاهر دلوقتي اللي كان مكان امام عاشور. دلوقتي امام بقى حر. نكمل. هنزلها لمعلول. معلول هيعمل الكروس زي ما قلنا يا جماعه وشرحنا السكند بول. دلوقتي يا جماعه السكند بول لمين؟ امام عاشور. امام عاشور خد ولعيب حريف ولعيب شويط وقف على كورته صح وحضن صح وسيعد كهربا برضه صايع فتح له المساحه راح امام وحط جول. تعظيم سلام يا عم امام. وفي الدقيقه قاضيه ممكن. الجول ده يا جماعه شفناه وقلنا حرفيا بعد خساره الاهلي اللي كان كله طالع يقطع في الاهلي. احنا الحمد لله الناس الوحيده في مصر اللي قلنا امام عاشور مكسب الاهلي النهارده من المباراه ويمكن ياخد هداف الدوري بسبب لعبه واحده السكند بول اللي جابها النهارده. ده يا جماعه امام عاشور هو ده مركزه.
هتلعب وينج ليفت وينج رايت ماشي، هيديك، بس مش هيديك احسن حاجه بجد. الف شكر لكولر على العظمه اللي دلوقتي بقى بيعملها مع لعيبه الاهلي. لعيبه الاهلي كلها بقت مبسوطه، تحس ان تتفرج على الماتش كده اللعيبه مش شايله هم، اللعيبه اصلا كانت شكلها ما علقتش اساسا. وعبد المنعم ده لازم 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 يطلع بره الدوري المصري وافريقيا كلها، ويبقى دي اخر سنه ليه. اللاعب ده كواليتي عالي قوي قوي. دلوقتي مع بنختم كده، عايزين نتكلم على موديست. موديست يا جماعه قبل ما يجي الاهلي احنا قلنا ما ينفعش مع الاهلي. ليه؟ عشان هو وحش ولا هو حلو؟ كناش عارفينه اصلا. بس انت جايب واحد عنده 35 سنه وخلاص مبطل كوره. انت كنادي الاهلي دلوقتي بتدور على مهاجم بقالك 3 4 سنين مش عارف تجيب مهاجم. يوم ما تجيب مهاجم تجيب مهاجم 35 سنه، طب ده هيديك ايه؟ سنه؟ هو الاهلي التارجت بتاعه سنه؟ لا، الاهلي التارجت بتاعه يجيب امام عاشور، يجيب رضا سليم، يجيب لاعب صغير في السن اقدر استفاد منه، ولو ممكن اطلعه بره واستفاد منه يبقى استثمار ليا. لكن اجيب واحد زي ده 35 سنه. المهم جه معاك يا سيدي، جه خلاص، جه وشربناه ولبسناه مش مشكله، خلاص جه. حتى لو بقى كويس ده رايي وهفضل مصر عليه. بس دلوقتي يا جماعه انا كده بفقده الميزه اللي ليه، بفقده الميزه اللي عنده اللي هي ايه؟ الهيدرز. دلوقتي يا جماعه هل موديست مناسب لطريقه كولر قولا واحدا؟ لا. ليه؟ دلوقتي يا جماعه طريقه كولر دلوقتي مش ان هاني يروح على الخط ويعمل الكروس، او معلول على الخط ويعمل الكروس. لا، دلوقتي معلول بقى يخش خلاص بلاي ميكر، بيكمل وراه الشحات. نفس الكلام برده هاني يكمل وراه تاو. مبقاش في خلاص الروتين بتاع زمان ده اللي هو الباك بتاعي يطلع لاخر الخط ويعمل الكروس. ده ممكن ياكل فيه عيش مين؟ موديست. لكن كده انا بفقده الميزه بتاعته. يعني كده يا جماعه الميزه بتاعت موديست كولر نفسه مش هيستفاد بيها. هيبقى ده موديست على الارض، هو واضح كده مش احسن حاجه على الارض. هيدرز ممكن تاخد منه. فانت كده طريقه موديست دلوقتي، طريقه كولر دلوقتي على الارض دلوقتي. فهل ده هينفع مع الاهلي وكولر؟ لا. وده اللي خلى الجمهور يزوم عليه. طب ايه الحل دلوقتي؟ دلوقتي حل من اتنين دلوقتي عشان موديست ينجح مع الاهلي. اول حاجه يا كولر يغير طريقته ويعتمد بقى ان هاني يروح لاخر الخط ومعلول لاخر الخط ويعملوا الكروسات، ساعتها ممكن تلاقي موديست ممكن يجيب اجوال. دي حاجه. الحاجه التانيه يا اما موديست يطور نفسه يبقى على الارض كويس والفوت ورك بتاعه كويس ويقدر يشتغل برجليه كويس. وده طبعا مستحيل. ما ينفعش اقول لواحد عنده 35 سنه وداخل على 36 طور نفسك في طريقه لعب مع ناس سريعه ومع رتم سريع. السؤال عندكم الاجابه يا ريت تردوا علينا فيه. موديست يطور نفسه يا اما كولر يغير طريقته. غير كده احنا لبسنا موديست. عايز يا جماعه شكرا يا جماعه. السلام عليكم.